السلام عليكم. الصيف طلع بقى ولازم نعمل الحاجات الجميلة دي في البيت. ولادنا بيحبوا الايس كريم، بيجيبوه من بره ومنبقاش ضامنين مكوناته، كمان بيتعبوا منه جدا. قررنا نعمله في البيت. معايا كيلو الا ربع من الفراولة مغسولة كويس، وهنقطع الحتة الخضراء اللي فيها وننضفها كويس ونحطها في الفريزر. معايا نص كوباية من اللبن، نص كوباية من كريم شانتيه، ونص كوباية من السكر البودر. بس هي دي كل المكونات. هنحطها على بعضها كده في الكبة او في الخلاط، هتمشي الاتنين، هيمشوا كويس جدا. عندي بقى هنضربهم بقى كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. انا ضربتهم في الكبة، ادوا نتيجة هايلة جدا. وخلي بالك الفاكهة لازم تكون مجمدة علشان تديني القوام الجميل والمطلوب. اظن اسهل من كده بقى مفيش. نعمل الايس كريم، ما عادش عندنا حاجة لاولادنا. هتعملي كمية كبيرة جدا هتشتريها، لو كوبايات أو كاسات من السوبر ماركت، أو ستيك أو أي حاجة تشتريها بكتير جدا وغالية جدا. شايفين الكمية قد إيه يا جماعة؟ تقريبا كيلو آيس كريم. تخيلي بقى لما تروحي تجيبي آيس كريم كيلو، هتجيبيه بقد إيه؟ وهتجيبي منه كام كوباية وبكام فلوس؟ فده أضمن وأحلى. كمان اعملوا كل حاجة في البيت لولادكم. اللي لسه ما عمليش اشتراك في القناة يعمل لي. أنا إيمان الطراوي، إيمي فودز. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.